في العروض هنعلي اللي فوق ونقلل اللي تحت. تعالوا مع بعض نكمل سلسلة الفيديوهات اللي بنتكلم فيها عن ازاي تعمل جراند سلام اوفر او الاوفر اللي لا يمكن العميل يرفضه. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ازاي تحضر للاوفر بتاعك وتديله فترة مناسبة وما الى ذلك من تفاصيل تقدروا ترجعوا لها في الفيديو الاولاني. النهارده هنتكلم عن عناصر اساسية لازم تبقى موجودة في الاوفر او العرض بتاعك نفسه عشان تخليه ناجح جدا وتخلي العميل ما يفكرش مرتين عشان يشتري. اتعلمنا في الرياضيات زمان او في الحساب ان في حاجة اسمها الكسر ده فيه بسط ومقام. اتعلمنا ان احنا عشان نتيجة الكسر ده تبقى كبيرة لازم البسط يبقى كبير والمقام يبقى قليل. ده معناه ان انت كل ما تقلل المقام النتيجة النهائية هتكون اكبر ما يمكن، وبالتالي لما نيجي نعمل اوفر هنحط عناصر المفروض نشتغل عليها ان احنا نقللها وهنحطها في المقام، هنحط عناصر المفروض نزودها على قد ما نقدر ودي هنحطها في البسط. اول عنصر هنتكلم عنه النهارده في الفيديو بتاعنا ان الناس تشكر في المنتج بتاعك، بس انت مش هتسيب الناس تتكلم عنه، لا انت هتحطه جوه صفحة المنتج بتاعك. يعني انت لو متجر هتحط ريفيوز كتير لناس اشترت العرض ده واستفادت منه قد ايه هي مبسوطة. وعشان كده لما بنيجي نشوف لاندنج بيج لاي برودكت مشهور تلاقيها مليانة ريفيوز. كمان لو بتعمل العرض ده على صيغة اعلان انك تقول ان المنتج ده مصرح من هيئة الغذاء والدواء، او ان المنتج ده هو رقم 1 مبيعات في الرياض، او مثلا المنتج الاكثر طلبا في سوبر ماركتات العطيم. لازم تريفير لحاجة العميل لما يشوفها يفهم ان هو المنتج ده او العرض ده ناس كتير عايزاه، ناس كتير بتطلبه، فتحسسه بالامان. كل ما زودت القيمة بتاعت ان العميل يحس ان في ناس كتير عايزة الاوفر بتاعك او بتستخدمه وبتستفيد بيه، ده هيحسسه بالامان اكتر. طيب خلينا ناخد عنصر كمان من العناصر المفروض بقى تبقى في المقام فنقللها، وهي عنصر التوتر. ازاي تخلي العميل ما يتوترش او ما يقلقش؟ زي بالظبط لو انت بتبيع حاجة انك توفر له صيانة بعد البيع او خدمة ما بعد البيع، زي انك توفر له استبدال مجاني او استرجاع واسترداد لكامل الفلوس. بيسموه في المملكة العربية السعودية هنا الضمان الذهبي. العميل لما يحس ان في ضمان ذهبي هيفهم ان انت مش بتبيع له منتج مغشوش، لا ان هو مطمن انه لو المنتج اللي جاله ده او العرض اللي هو حاول يشتريه ده في مشكلة هيقدر يرجعه، فهيبدأ يطمن. فلما يطمن انت كده قللت التوتر اللي عنده، فقابليته انه يشتري الاوفر بتاعك اكبر بكتير. خلينا ناخد عنصر كمان في المقام وهو عنصر التايم ديلي او التأخير في الوقت. دورك انك تقلل الوقت اللي العميل المفروض يبذله عشان يستفيد بالعرض بتاعك، سواء عشان يشتريه او عشان يستهلكه. يعني ما تقولش للعميل انت بقى عشان العرض ده لازم تروح تسجل بياناتك، وبعد ما تسجل بياناتك تستنى تليفون مننا، وبعد ما تستنى تليفون هتجيلنا الفرع عشان توقع بصورة بطاقتك وبالجواز وبالهوية بتاعتك عشان نتأكد. كل ده بيخلي العميل يا عم انا هتعب نفسي على ايه، مش عايز الاوفر بتاعكم. كل ما كان التجربة كاملة سريعة وما فيهاش خطوات كتير، العميل هيبقى عنده استعداد انه يغامر، لان عنصر الوقت عنصر مهم جدا. فكل ما قللته وهو في المقام كل ما قيمة العرض بتاعك بقت رايحة ان هي تبقى انفينيتي كبيرة جدا وتخلي العميل ما يفكرش مرتين عشان يشتري العرض بتاعك. دي كانت النصائح بتاعت النهاردة عشان تقدر تعمل جراند سلام اوفر، واستنونا في الفيديو اللي جاي. شكرا ليكم.